أنا من وأنا صغير، أنا بعلمكم الآن، أنا من وأنا صغير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان عمري وقتها 9 سنوات. هذاك الطيب. ولا كنت أعرف أن هذا هو النبي عليه السلام، ولا أعرف صفاته. ما شاء الله. لكني قمت من النوم، اللي أذكره يعني، قمت من النوم كنت أبكي وأقول: من رآني فقد رآني. هذه سمعتها منه في المنام. من رآني فقد رآني. أي، ما أعرف أنه حديث ولا أعرف شيء، يعني 9 سنوات كنت. فقالت أمي: وش فيك؟ قلت: شفته ولا بس؟ إيه، بعلمك الآن بالرؤية. قالت أمي: وش فيك؟ قلت: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. فبكت ثم ضمتني، قالت: وش شفت؟ قلت: كأني في مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في محراب هذا المسجد، ثم التفت على اليمين كذا وناداني، قال لي: تعال. فجيت عنده وأجلسني في حجره ثم ضمني عليه الصلاة والسلام وقال لي: يا بلال، كذا قال لي: من رآني فقد رآني. ثم مشيت وقمت من النوم. بديت أنا أقول لهم، حتى أنا غيبتني عن المدرسة ذاك اليوم، ما رحت المدرسة. فجاء خالي دكتور في الجامعة، قال لي: وش اللي شفته وش اللي رأيته؟ قلت: رأيت كذا 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 كذا. فقال: هذه أوصاف محمد عليه الصلاة والسلام. كيف شكله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هو كان جالس وقتها، لكن جلسته كانت كجلسته مع جبريل، يوم حط يديه على فخذيه وركبتيه إلى ركبتيه، جلسته المعتادة، جلسة النزول. كيف يعني؟ زي الركوع متربع كذا؟ أيوة، بالطريقة هذه وأجلسني في حجره كذا. إيه، منها سبحان الله فتح الله سبحانه وتعالى علي في حفظ القرآن. بديت كذا من تلقاء نفسي، ما أدري. كيف شكل وجهه؟ النبي عليه السلام نور، شكله أبيض مستدير أبيض، شعره أسود، لحيته كثة، ليس بالطويل ولا القصير، مبتسم، أبيض مشبع بحمرة. كان يعني ما أدري شو أصفه لكم، لكن من وقتها إلى اليوم الرؤية هذه تتكرر علي. طبعا مشيت عاد في هذا المجال، ما هو من اختياري، وأتوقع أنه من اختيار الله سبحانه وتعالى، الحمد لله لي واصطفاء. لكن بدأت السيرة، مو مجرد أني كتاب أقرأه، بدأت السيرة تتوغل فيني لا شعوريا. فهمتوا مقصدي؟ يعني أي كتاب أبي أشتريه أميل للسيرة مباشرة، أي قصة، يعني لدرجة أني أسمع أحيانا شيء من السيرة ما أحس على نفسي إلا أن تدمع عيني في قصة النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. من الله سبحانه وتعالى علي في تأليف الكتاب، ثم من الله سبحانه وتعالى علي في القرآن وغيره، ثم من الله علي في حفظ شيء من السيرة، فأصبحت رؤى النبي عليه الصلاة والسلام تتكرر علي كثير، فرأيته ما يقارب 10 مرات. اللهم لك الحمد. وكانت بعضها مكررة، يعني رؤيا بعد يوم يومين رأيته، بعد شهر رأيته، وكنت أراه كثير، فرأيته 10 مرات.